السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هحاول ألخص لكم اللي حصل امبارح لحد النهاردة من بعد الماتش كده في عجالة سريعة. فيديو إن شاء الله بإذن الله ما يطولش معانا. كلنا شفنا الأحداث اللي حصلت في الماتش امبارح. آخر ربع ساعة أو 10 دقايق يعني كانت الدنيا سخنة جدا والماتش مولع تقريبا، والأجواء اتشدت وبقى في تنشن فظيع في دكة سيراميكا بالذات. وطبعا انتهت في الوقت الضايع بعدم احتساب ركلة جزاء، ولما الحكم راح للفار وفي الآخر لغاها وما حسبهاش. طبعا بعد الماتش كان في غليان فظيع جدا من لعيبة النادي الأهلي مع الحكم، وكان في شد وجذب بين الجانبين. شفنا الشناوي خد انذار في انذار واتطرد، وشوبير خد هو كمان انذار. يعني الحكم نزل كده وقف في نص الملعب، فكرني بالحكم السنغالي بتاع ماتش الاهلي والترجي لما نزل وكان ماسك الكارت الاحمر في ايديه، وده برضو ماسك بقى الكارتين الاصفر والاحمر، وقعد يوزع بقى اي حد هيجي جنبه اي كلمه بتاع يوزع في الايه، في الكروت. طبعا الشناوي اتطرد. بعد ما اتطرد يعني شفنا اعتداء منه على الحكم، ان هو ضربه على قفاه كده. طبعا يعني تصرف غير مقبول. الشناوي يعني اعتقد ان هو هيتعاقب عليه. ولكن بعد كده كابتن سيد عبد الحفيظ دخل في مداخله مع اللي هو المذيع ابراهيم فايق. طبعا لما دخل مع ابراهيم فايق كان ليه تصريحات كتيره جدا قالها في المداخله ديت ومهمه. طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ بقى خلاص رجع الملعب، آه يعني نزل بقى بتقله تاني، رجع للشغل القديم. وبعدين الكابتن يعني محمود وفا ما قصرش والله، ما حسبلوش ركله جزاء صحيحه، بس كابتن سيد عبد الحفيظ قال له تعالى لي بقى، انت جيت لي في ملعبي، ده ديت ايه لعبتي، وانا بحب قوي الحكام اللي هي ايه تعمل كده معايا. وكابتن سيد ما كدبش خبر، طلع على طول. طبعا من اهم تصريحاته يعني ان الكابتن محمود وفا هو اللي حكم الماتش الاولاني للاهلي وسيراميكا، وكان ليه برضو اخطاء تحكيميه وما كانش الماتش برضو تمام ولا بصوره كويسه. ازاي تجيبوا حكم تاني باي منطق؟ تمام. تمام. تاني حاجه قال برضو تصريحات ان هو معاهم تسجيلات وفيديوهات ان الحكم هو اللي بيزق اللعيبه بايده وبيدفعهم وبصدرهم، واشتبك مع حسين الشحات واشتبك مع تريزيجيه ومع الشناوي وهكذا يعني. وكمان الفاظ يعني مش كويسه صدرت من الحكم، وتصرفات من الحكم الرابع برضو مع الدكه او تعامل بطريقه مش كويسه. تمام. وطلب ان احنا لازم نسمع التسجيل بتاع الفار ومحتاجين نعرف حصل ايه لما راح للفار. قال ان انا كنت متاكد مليون في الميه بعد ما طرد حد من دكه نادي سيراميكا في الجهاز الفني ان هو راح لهم يعني واداله انذار او طرد او كده. ونادي سيراميكا اعترض، قال لك انا كنت متاكد ان هو مش هيحسب ضربه الجزاء ديت، كان عندي خلاص يعني اللي هو انا طردته واحد ده منهم بقى خلاص بقى ما فيش ضربه يعني دي قصاد دي يعني. طبعا دي موازنه فاشله، ما فيش الكلام ده خالص. فهو قال لك انا كنت متاكد ان هو مش هيعمل كده. تمام. وقال لك والله انا اتحاد الكوره ليه بيعمل معانا كده، واتحاد الكوره ليه بيظلمنا كده. نفسنا نشكر اتحاد الكوره زي ما نادي الترجي شكر اتحاد الكوره بتاعه او رئيس اتحاد الكوره بتاعه اللي كان عضو باين عندهم عضو في اتحاد الكوره في لجنه الاستئناف اللي رفضوا ان هم يبصوا في استئناف الاهلي. ونادي الترجي شكروا على الموضوع دوت ان هم ما نظروش في استئناف الاهلي علشان يلعب بالترجي مع الاهلي بدون جمهور في استاد القاهره. فيقول لك احنا كمان نفسنا نشكر اتحاد الكوره زي ما الترجي عم لاتحاد الكوره ما بيساعدناش احنا كمان. وكمان اول مره اقول لك انا اول مره اشوف حكم يحسب كورنر وبعدين الفار يلغيه. يعني الفار ازاي يلغي كورنر وكده؟ طبعا الحكم كان حسب كورنر وكان مساعد الرايه حكم حسب الكورنر هو كمان. بعد كده فوجئنا ان الحكم لغى الكورنر ده للاهلي، فطبعا ما نعرفش ليه. فطبعا كابتن سيد بيقول لك الفار هو اللي لغاه يعني، فطبعا ازاي الفار يلغي كورنر؟ بعد كده قال لك كمان ان كل ده طبعا ما ينفيش الحاله الصعبه اللي فيها النادي الاهلي. يعني انا دلوقتي الاهلي في حاله صعبه وان انا فرقتي مش كويسه، بس كل ده ملهوش علاقه خالص نهائي بان انت تديني حقي. ده احنا مش هنبرر لنفسينا ونقول ان احنا والله مظلومين ونستحق نكسب. لا، احنا مهما كان نستحق او ما نستحقش دي شيء يخصنا، احنا امر داخلي، احنا هنحاسب نفسنا. واحنا فعلا يعني في حاله مش كويسه، ولينا وقفه مع نفسينا ولينا اجتماعات مع اللعيبه ومع الكوره كلها جهاز الكوره وكده. ولكن ده منفصل عن ده. يعني احنا مش بنبرر، مش بنقول ان ده سبب التعادل او ده سبب مثلا خساره الدوري او كده. تمام. وبيقول كمان يعني ان هو
في برضو كان ضربة جزاء للمقاولين اتحسبت، وان هو يعني زيها بالظبط. اشمعنى دي اتحسبت واشمعنى دي ما اتحسبتش زي بتاعه الاهلي ديت؟ يقول لك اشمعنى بتاعه المقاولين اتحسبت له، ما ازاي الاثنين دول تحت نفس اتحاد الكوره ونفس الدوري ونفس البطوله، وازاي من ديت تتحسب وديت ما تتحسبش؟ ده هي زيها بالظبط يعني. المفروض انت طالما انت تحت مظله واحده، تحت اتحاد كوره واحد، تحت نظام واحد، تحسب كله زي بعض، يبقى في نظام يمشي على الكل. فبتاعه المقاولين اتحسبت وديت ما اتحسبتش. ما ينفعش يكون الاثنين دول تحت منظومه واحده. تمام. بيقول لك احنا اتمنى برضو ان محمود ابو الوفا ده ما يجيلناش لفتره طويله جدا جدا. قال لك انا نزلت الملعب بعد المباراه لما لقيت ان اللعيبه يعني مشحونين وكلها عند الحكم وكده، فهو تنبأ ان في مشاكل وبتاع. طبعا ديت كانت اهم تصريحات سيد عبد الحفيظ مع ابراهيم فايق امبارح. طبعا سيد حفيظ دي لعبته، لازم يحمي لعيبته، لازم يحمي فرقته. الاهلي ساكت من اول الموسم، ساكت على ظلم كبير جدا. كابتن وليد صلاح الدين ولا طلع ولا بيتكلم ولا بيدافع، ولا في حد في اداره الاهلي بيتكلم ولا بيشتكي، والاهلي اتظلم وبتاع. سيراميكا اتظلم برضو قبل كده في ماتش بيراميدز، طبعا طرد قلاوه. وبرضو في ماتش الاسماعيلي في جون جابوه وما اتحسبش وكان هدف صحيح، الحكم قال لغى الجون وحسب لهم ضربه جزاء، وبعدين ضربه الجزاء دي ضاعت واتعادلوا مع الاسماعيلي. طبعا في ظلم، ومنظومه التحكيم يعني تقريبا فاش. المفروض كان يبقى في وقفه من بدري، ولكن كابتن سيد اول لما جه عمل الوقفه ديت وقدر ان هو، اعتقد بعد كده اتحاد الكوره هيقف عند حده. اعتقد لجنه الحكام هتدي الاهلي حقها. اعتقد ما فيش كل حكم قبل ما يفكر ان هو يطلع قرار ضد النادي الاهلي يعني انذار او طرد هيفكر 100 مره. كمان كل لجنه الحكام تيجي تعين للنادي الاهلي هتبص يعني الحكم يكون كل اللي جايين هيبقوا حكام دوليين، مش هتعين له تاني حكم نص نص او حكم مجهد او لسه جاي من بطوله كده زي التاني جاي قبلها ب 24 ساعه من ليبيا.